السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منحة ربانية عظيمة للمريض الصابر. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم قد إيه الإنسان المريض بيبقى قلبه مكسور من شدة المرض ومن ألم المرض، وأحيانا من هجر أحب الناس إليه، إن بعض الناس يتوقع أنهم يسألوا عنه أو يلازموه في فترة المرض فلم يفعلوا ذلك، فبيتأذى جسديا ونفسيا أحيانا. لكن حتى لو كان اللي حواليه موجودين معاه فعلى الأقل بيتأذى جسديا، والتأذي الجسدي بيؤثر عليه نفسيا إن لم يكن راضيا عن الله وعن قضاء الله سبحانه وتعالى. لكن المريض ينبغي عليه أن يرفع شعار كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، ويعلم يقينا أن الله عز وجل والله لا يبتلي إلا من يحب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. لو حب حد بيبتليه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولا بد أن يعلم المريض أن الله عز وجل إنما يبتليه ليكفر عنه ذنوبه وسيئاته. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولا بد أن يعلم المريض أن الله عز وجل إنما يبتليه في الدنيا حتى لا يؤجل عذابه إلى يوم القيامة. فكل إنسان فينا عنده ذنوب، فالله عز وجل من كمال رحمته يجي للعبد المؤمن بقى المولى عز وجل يبتليه عشان يخلصه من ذنوبه ويكفر عنه ذنوبه في الدنيا بدل ما يعاقبه عليها في الآخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أجل عذابه إلى يوم القيامة. يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكل واحد فينا عنده ذنوب وعنده أخطاء. فالمولى عز وجل يحب هذا العبد فيبتليه بالمرض، يبتليه بفقد المال، بفقد أي حد من حبايبه، ويصبره سبحانه وتعالى عشان يبقى العقوبة تمت في الدنيا ويوم القيامة ما يبقاش عليه حاجة. أما لو أراد به شرا يؤجل عذابه إلى يوم القيامة. ولا بد أن يعلم المريض أيضا أن الله عز وجل يبتليه ليرفع درجته في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. الله أكبر. إذن تعالوا بقى نشوف إيه هي بقى المنحة الربانية العظيمة التي يمنحها الله عز وجل للمريض الصابر. ليه ما قلتش للمريض الراضي؟ لأن الرضا مستحب والصبر واجب، فالإنسان يجب عليه أن يصبر صبرا جميلا ولا يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى بحديث قدسي، قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، فيش عليه ولا ذنب ولا خطيئة. ويقول الرب عز وجل للحفظة الملائكة التي تكتب: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته، أي ابتليت بهذا المرض، فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح. يعني هذا العبد وهو صحيح كان بيصلي قيام الليل، فلما مرض ما بقاش يصلي قيام الليل، قال لهم اكتبوا له كأنه بيصلي قيام الليل.
كانوا هو صحيح قبل ما يمرض كان بيصوم النوافل اثنين وخميس والثلاث ايام البيض الى غير، او كان بيصوم صيام سيدنا داود يصوم يوما ويفطر يوما. لما مرض ما بقاش يقدر يصوم، فالمولى عز وجل يأمرهم ان يكتبوه وكأنه صائم. كانوا هو صحيح كان بيقرأ كل يوم 5 أجزاء قرآن، لكن لما مرض ما بقاش يقدر يقرأ غير جزء واحد، فيأمرهم أن يكتبوا له قراءة 5 أجزاء قرآن، لأنه كان يفعل ذلك وهو صحيح. الله أكبر. وفي الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن الله عز وجل يقول أيضا حديث قدسي، قال جل وعلا: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عوادي. عوادي اللي هم بيزوروه وهو مريض، ما اشتكاش ربنا للناس، ما قالهمش ليه ربنا بيعمل فيا كده، اشمعنى انا اللي ربنا ابتلاني بالمرض، لم يشكوني الى عوادي. انما لو قال وحب يعني يعبر لهم عن الالم اللي بيشعر به وسبق ذلك بكلمه الحمد لله فلا شيء عليه، كما قال ابن مسعود: من قال قبل الشكوى الحمد لله فليس بشاك. يعني واحد جايني وانا مريض فبيسالني عامل ايه يا شيخ محمود، فبقول له الحمد لله بس حاسس بشويه الم، الحمد لله رجلي اتكسرت وحصل كذا كذا، الحمد لله حصل لي كذا كذا وعملت عملية كذا. فما دمت سبقت الكلام بالحمد لله فلست بشاك. خدت بال حضرتك وخدت بال حضرتك؟ إذن فالمولى عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عوادي أطلقته من إساري ثم أبدلته. إساري هو أنه أسره بالمرض يعني. ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل، يعني يبدأ مرة تانية يجتهد في طاعة الله. وكما جاء عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك ينبغي علينا طالما أننا في حال الصحة وفي حال الإقامة ما احناش مسافرين نجتهد في طاعة الله على قد ما نقدر. فإذا سافر العبد تمام، طبعا في السفر بنقصر الصلاة وقد نجمع الصلاة مع القصر يعني إذا كنا في حاجة إلى ذلك تمام، فيكتب لنا كل الخير اللي كنا بنعمله ونحن مقيمين قبل أن نسافر. يعني بنسافر بنصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين والصبح ركعتين، ولا نصلي من السنن إلا سنة الفجر والوتر تمام كده وركعتين الضحى. طيب يكتب لنا بقى كل اللي كنا بنعمله قبل ما نسافر. كنا بنعمل ايه؟ بنصلي 4 ركعات قبل الظهر و2 قبل الظهر، واحيانا كنا بنزودها 4 عشان النبي عليه السلام قال ايه؟ قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم جسده على النار. واحنا قاعدين مقيمين كنا بنصلي الضحى 4 ركعات، واحنا مقيمين كنا بنصلي قيام الليل 11 ركعة. كل ده يتكتب لنا واحنا مسافرين ما بنعملش كده تمام، او بنعمل بعض الاشياء اللي هي ركعتين ضحى، صلاة الوتر، سنة الفجر. كل بقى السنن كلها تتكتب لنا. السنن حتى المستحبة كنا بنصلي 4 مستحبة قبل العصر يكتب لنا، كنا بنصلي 2 مستحبة قبل المغرب و2 مستحبة قبل العشاء يكتب لنا، كنا بنصلي سنن رواتب 12 ركعة، 2 قبل الفجر 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء يكتب لنا، وهكذا. يبقى إذن إيه؟ لو كان الواحد مريض لو كان سليم وبعدين بقى مريض وهو صحيح كان بيصوم نوافل وبيجتهد في قيام الليل وصلاة الضحى وقراءة القرآن وبذل الدعوة، فلو مرض وحرم من أشياء كثير يكتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل، يعني زيه بالظبط، مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. والكلام هنا للرجال وللنساء. إذن فلنصبر على المرض ولنصبر على البلاء ولنرضى بقضاء الله، ولنعلم يقينا أنها منحة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله يكتب لنا في المرض مثل ما كنا نعمل من العمل الصالح ونحن في صحة كاملة بفضل الله. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.